قال بأنه ستكون الفرصة لبعض اللاعبين وسترون في التشكيل الأساسي يوسف مالح الجديد اليوم والحضور الرسمي الأول بالنسبة لهذا اللاعب. أسئلة أكيد ستتحدد في غضون الأيام القادمة. منتخب البافانا جنوب أفريقيا والركائز هي من ماميلودي سانداونز، لأنه تقريبا 5 لاعبين ينتمون لهذا الفريق. المشاركة في الكان وتوديع المسابقة من الدور الأول. عصام العدوى وعبد الإله الحفيظي من سجل آنذاك للمغرب. انطلاقة لمنتخب جنوب أفريقيا. بيرسي تاو ولكن السايس يجيب بسرعة. السايس يقطع كرة لاعب ومهارات وانسلالات وانطلاقات لاعبي بيرسي تاو أمامنا. شعلة نشاط دائما في خط هجوم جنوب أفريقيا. منير المحمدي غلطة كبيرة منير المحمدي. كرة كانت سهلة من جانبي بيرسي تاو، لكن منير المحمدي لم يتحكم في هذه الكرة. هدية تمنح لمنتخب جنوب افريقيا بعد خطأ منير المحمدي. معلش، هذه من الكرات المفاجئة المباغتة تعتقدها سهلة، لكن في نهاية المطاف هنا كرة تأتي بهذا الشكل من بيرسي تاو. حتى بيرسي تاو استغرب لهذا الموقف، حتى بيرسي تاو كانوا يقول لمنير المحمدي شكرا على هذه الهدية. شوف الإعادة، كرة كانت سهلة، لم يكن هناك أي لاعب جنوب أفريقي، لم يكن هناك أي ضغط من لاعب منتخب البافانا. هذه كانت عندك سهلة يا منير، كانت عندك سهلة يا منير المحمدي. كان حاضر في مباراة الكافيردي اليوم إراحة ياسين بونو. هذه الإعادة من زاوية أخرى للهدية التي منحت من منير المحمدي لبيرسي تاو. واحد تحضير يوسف مالح ولكن خاطئة التمرير، الخروج بالكرة تحت الضغط. هنا الانطلاقة من الجهة اليمنى. حذاري من منتخب جنوب افريقيا، منتخب يعني يضم اسماء مميزة، خاصة تلك العناصر التي تنشط في نادي ماميلودي سانداونز. انطلاقة من الطرف الأيمن، هنا متابعة من ليباسون. تصدي ممتاز، التصدي كان ممتاز في كرة خطيرة من زواني. هذا لاعب وسط الماميلودي سانداونز. هكذا الانطلاقة مرت وين نصير المزراوي، أين نصير المزراوي في لقطة وجد فيها راحة اللاعب ليباسا. واحد في نادي اف سي جالاكسي اوباس. انطلاقة مالح يلعب الكرة، هنا أسامة الإدريسي وصلت إلى زياش يسدد ولكن ويليامز يتابع. ويليامز نقلة في منتصف الميدان، الضغط واسترجاع الكرة تمشي إلى السريعة البينية. يوسف انصيري لمليح يسدد والهدف يضيع. أول تسديدة من يوسف مليح، باليسرى قوية. ويليامز يتصدى ثاني تصدي مع ثاني تسديدة للمنتخب المغربي. شوف يوسف انصيري حطها ومليح باليسرى يبحث عن الركن الأيسر، لكن ويليامز في ردة الفعل ممتاز. يوسف مليح للاستلام، سدد بقوة، لكن ويليامز يقرأ بسرعة ويتحرك في الجهة يغير تماما على جهته اليسرى مع سعودي مايلا يلعبها بهذا الشكل. هذه صعبة سايس يبعدها. لوزا في تمشي الكرة ناحية اللاعب سايس. أجرد يلعب لأشرف حكيمي، بدأ يتقدم أكثر. أشرف حكيمي يرفع هذه الكرة، نصيري، هذه الكرات التي يحبذها نصيري. فيها أرضية، فيها متابعة من بيرسي تاو أمام مزراوي. ما يمرش يا مزراوي. لا زالت جنوب أفريقيا عملية الدخول، التسديدة لكن صافرة قبل تكون قريب من سيس. وأجرد عنده الكرة الآن. أجرد لمن يلعب في اتجاه مزراوي، يطلب الكرة الآن. يتقدم مزراوي يحصلها بشكل ممتاز، وبيرسي تاو في دور دفاعي يمنع مرور مزراوي. تماس لفائدة السعودية الأطلس. مزراوي هنا يتحرك على اللاعبين، وهذا ما قاله المدرب وليد الركراكي في بعض العناصر اللي لعبت 55 مباراة طيلة موسم كامل، فمن الصعب جدا أنك تدخلها في المباراة في نهاية موسم. الإرهاق الذهني قبل الإرهاق البدني. لا ننسى بأن هؤلاء يعني بذلوا جهد كبير وتضحيات كبيرة لإسعاد المغاربة بالوصول التاريخي لنصف نهائي كأس العالم، لكن حتى بعد فترة كأس العالم المغربي تلعب الجانبية لعناصر المنتخب المغربي. هناك خطأ يعلن عنه الحكم التشادي. مزراوي على الأرجح يواصل مشوار مع نادي بايرن ميونخ.
رغم أنه البايرن يفكر في انتدابات أخرى في الأظهرة، لكنها بديل يبدو لذلك. نعم أنس الزروري، إذا مكان مزراوي اللي تعرض لإصابة شفناه قبل دقائق. يعني حكيمي يتقدم، يلعب لحكيم زياش. غلطة زياش، وهذه صعبة. منير محمد يتصدى لباس لحسن الحظ أنه لم يسدد بقوة، لحسن الحظ أنه سدد في المكان المتواجد فيه منير محمد. هذه الإعادة لم تكن قوية، وكذلك سدد في منتصف أجراد ونصيري معاهم. إذا الحكم يعطي إشارة، زياش يرفع كورة وبالراس وركنية. سعد لتنفيذ الضربة الحرة. إذا في هذه اللحظات الحكم تشادي يطلق صافرة نهاية شوط المباراة الأول بتقدم جنوب افريقيا عن طريق بيرسي تاو، لكن احتسب وجود اللاعب زكريا بوخلال في الطرف الايسر. اذا يبدا الشوط المباراة الثاني، لا تبديلات في صفوف منتخب جنوب افريقيا، نفس الركائز ونجعت لزكريا بوخلال ليس المرة الأولى التي يلعب فيها كظهير، حتى في نادي تولوز لعب في هذا المركز انطلاقة. هذه فرصة لفائدة المنتخب الجنوب افريقي، خطيرة. والهدف الثاني للمنتخب الجنوب افريقي لباسا. يتابع كرة أولى، يتابع هذه الكرة بعد التصدي الأول من منتخب البافانا سنتابع الإعادة. شوف هنا رغم التفوق العددي للمنتخب المغربي، هذه عملية تحضير. بيرسي تاو يحضر، بعد ذلك مايامبيلا يسدد، محمدي يتصدى، ولكن عمران لوزة خلى لي باسا يتابع الكرة. ناحية اللاعب زكريا بوخلال، ضاعت هذه الكرة. انطلاقه في يد الهجمه. بيرسي تاو يلعب بين لي باسا. منير المحمدي يتصدى. منير الثانية لم تكن حاضرة من المدافعين. شوف بيرسي تاو، رائع بيرسي تاو حقيقة، مكسب لجنوب افريقيا. عندهم على الصابري. الملاحظة ان زياش اصبح يتحرك في الجهة اليمنى، المكان اللي كان يشغله زكريا بوخلال. هنا العرضية، زياش يحصل على الكرة بصدره. زياش 1 على 1، زياش يحاول يدخل. زياش كبير يا فنان. فنيات وابداعات، هكذا هدف في منتهى الروعه، هكذا الاستلام، هكذا المراوغه، هكذا التسديده مقوسه في الزاويه البعيده. كبير يا زياش، بفنياتك، بمهاراتك، بتسديداتك. هنا في الشباك ويليامز، هدفان مقابل هدف واحد. هنا نقطه البدايه، وهنا هو من يقوم بالتغطيه اللازمه. حكيمي السرعة والأسبقية في كسب الرمية الجانبية. المالح ماذا يفعل؟ يا مالح، يوسف مالح، غلطة كبيرة من يوسف مالح. هذه الإعادة من جديد. ياميق مرر يوسف المالح، هنا كان تحت ضغط، ولو أن الياميق خلى مالح في وضعية صعبة جدا. الياميق كان ممكن يمشي بالكرة الأمام دون إعادتها ودون تمرير المالح، لأن المالح في هذه الوضعية معروف كان مالح ملعوبة الكرة، يعطي الأفضلية الآن للمنتخب المغربي. وصلت إلى زياش لحكيمي. زياش مرة أخرى يغير. ممتازة ناحية اللاعب الزروري. مراوغة ممتازة، مرور جميل. وصلت إلى حكيم زياش. الدوران، التحضير لأشرف حكيمي. حكيمي العرضية ممتازة. جول. ضيع الصابري فرصة التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع. هذه إعادة مجددا، مجهود كبير لزياش وحكيمي في عملية تحضير. لا زالت مغربية. زياش ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء، إمكانية المراوغة. الصابري يسترجع مرة أخرى، ضغطة كبيرة الآن. زياش وتحضير العرضية. زياش من جديد الكرة تلمس الحكم. كان ممكن المنتخب المغربي ينهي بالتعادل، وفي هذه اللحظات الحكم
يطلق صافرة نهاية المواجهة بانتصار منتخب جنوب افريقيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. مباراة كما قال وليد الركراكي أشبه بالتدريبية، أعطى فيه الفرصة لمجموعة من اللاعبين في ظل إراحة أسماء أخرى وفي ظل غياب أسماء أخرى.